اكيد كلنا واحنا صغيرين كنا عايزين نبقى زي سبايدر مان او سوبر مان او اي حد من الابطال الخارقين، لان الابطال الخارقين بالنسبه لنا هي مش مجرد شخصيات في افلام، دول فكره حلم بيجري ورانا من زمان، من اول الكوميكس لحد السينما فوليو اللي بقت بتصرف مليارات على الافلام دي. بس السؤال هنا، ليه بعض الابطال بيبقوا اساطير والبعض التاني محدش فاكر اسمه حتى؟ الاجابه في السر اللي هنتكلم عنه دلوقتي، وهو ازاي تبني كاركتر بطل خارق ناجح. قبل ما تقول لي عايز بطل عنده ليزر بيطلع من عينه، لازم تسال نفسك سؤال مهم: ايه الفكره الاساسيه اللي البطل ده هيمثلها؟ يعني بص على سوبر مان، الراجل ده مش مجرد واحد عنده عضلات وبيطير، لا ده رمز للامل، للخير المطلق، للمثاليه اللي الناس نفسها توصل لها. سبايدر مان رمز للمسؤوليه، هو في نفس الوقت لما بيكون في سبايدر مان بيكون وراه امتحان بكره مثلا. وباتمان عكس الناس دي خالص، ولا مثالي ولا عنده قوه خارقه، لكن عنده اعظم قوه وهي الاصرار والذكاء، ومعاهم حبه فلوس حلوه. والاجمد بقى راجل العناب ده جاي من بيئتنا المصريه، وبصراحه هو رمز لنا كلنا لان هو شبهنا قوي في حاجات كتير. الفكره هنا البطل الخارق لازم يكون ليه معنى، رساله، حاجه للناس تتعلق بيها، من غير ده هيبقى مجرد واحد لابس بدله وخلاص. والفصل التاني معانا هو الحكايه اللي وراه، مفيش بطل خارق ناجح من غير قصه بدايه قويه. الجمهور بيحب يعرف هو ازاي بقى كده. سبايدر مان اتلدغ من عنكبوت وفجاه بقى عنده قدرات خارقه، بس الجميل في القصه ان هو واحد عادي زينا عنده مشاكل المراهقه والفلوس، يعني نقدر نحس بيه. وباتمان شاف ابوه وامه بيموتوا قدامه، ومن هنا قرر ينتقم من الجرايم كلها وقعد يتمرن لحد ما بقى آلة بشريه. سوبرمان جاي من كوكب تاني، بقى رمز للغريب اللي لقى مكان جديد وسط البشر. اما الراجل العناب فهو اصلا اسمه عصفور وكان مغني والدغ، فعنده كل المشاكل اللي في الدنيا. القصه الاصليه دي مهمه جدا عشان الجمهور يتعلق بالبطل. لو عملت بطل خارق من غير حكايه تشد، الناس اصلا مش تبقى مهتمه. والخطوه الثالثه معانا وهو التوازن. كل بطل عنده قوه خارقه، لكن القوه لوحدها مش كفايه. لو البطل كامل وما فيهوش عيوب، الجمهور هيزهق منه بسرعه. سوبرمان مثلا عنده كل حاجه، لكن عنده نقطه ضعف قاتله، هو الكريبتونايت. وسبايدر مان عنده قدرات مذهله، لكن عنده مشاكل، الفلوس والدراسه والعلاقات، وكمان مسؤوليه انه يحمي المدينه. باتمان اكتر بطل عنده مشاكل نفسيه، عنده قوه اراده، لكن ما عندوش قوه خارقه اصلا، وده بيخلي الجمهور يحبه لانه بيبان واقعي شويه. اما الرجل العناب فمشاكله زي مشاكلك بالظبط، والمعادله ديت بتكون القوه زائد الضعف يساوي شخصيه حقيقيه. لو عملت بطل عنده قدرات لكن في نفس الوقت عنده صراعات داخليه، الجمهور هيعيش معاك قصه. هنا بقى اهم نقطه، الجانب الانساني للبطل. لو البطل مجرد ماكينه لانقاذ العالم من غير مشاعر او مشاكل، الناس مش هتحبه. شوف سبايدر مان مثلا، باركر كان عنده حياه عاديه، مدرسه ومشاكل وفلوس وكراش، يعني اي حد فينا ممكن يكون مكانه، وده اللي خلى الجمهور يحس ان واحد مننا مش مجرد آلة وخلاص. باتمان عنده عقد نفسيه رهيبه، بيتعامل مع ألم فقدان اهله طول حياته، ده خلى ناس كتير تشوفه مش مجرد بطل خارق، ده انسان عنده روح. اما سوبرمان هنا المشكله، الراجل مثالي لدرجه ان صعب تلاقي له مشكله حقيقيه، وده اللي خلاه بالنسبه لنا احيانا ممل. عشان كده صناع الفيلم حاولوا يضيفوا صراعات اخلاقيه عليه. يعني مثلا الراجل العناب ولا عنده فلوس ولا عنده اي حاجه حرفيا، هو زيك يعتبر بني ادم عادي، الفكره بس ان هو بيطير. الخلاصه لو عايز تبني بطل خارق خليه بشري قبل ما يكون خارق. لو ابطال العظماء بيتعرفوا من اعداء عظماء، تخيل لو سبايدر مان كان كل مواجهاته في الافلام ان هو بس بيواجه لص او حد عايز يسرق حاجه، مين كان هيهتم؟ الشرير هو اللي بيحدد حجم البطل. ليه باتمان اسطوري؟ عشان عنده الجوكر، واحد من اعقد واخطر الاشرار في التاريخ. سوبرمان عنده ليكس لوس، ده بيحط امامه تحديات ذهنيه مش بس قوه. حتى الراجل العناب كان عنده الشرير بتاعه، مهما كان كوميدي يبقى لازم الشرير يكون عنده دوافع قويه وخطه مرعبه ويكون ند حقيقي للبطل، والا الافلام هتتحول لتمثيليه مدرسيه. احنا كمصريين او عرب مش عندنا ابطال خارقين، لان معظم الشخصيات اللي حاولت تقلد الغرب طلعت نسخه باهته. لكن الرجل العناب نجح انه يضحكنا لانه محلي 100%. الكاركتر ذات نفسه كان بيهزر على عاداتنا ولغتنا وبيئتنا، يعني لو هتعمل بطل خارق مصري خليه عنده حس كوميدي وحاجات متوافقه مع الثقافه المحليه بتاعتنا. يعني مثال، بطل بيستخدم الذكاء عشان يحارب الفساد، او واحد عنده قدرات بتخليه تحل مشاكل اجتماعيه لكن في اطار ممتع وقريب من حياتنا. دلوقتي اكتب ورقه وقلم معايا عشان افهمك الموضوع. اول حاجه تحدد الفكره الاساسيه، البطل ده بيرمز لايه؟ الامل ولا الحريه ولا العداله؟ تاني حاجه اكتب القصه الاصليه، هو ازاي بقى كده بسبب حادث او تجربه او قرار خده. تالت حاجه اديله قوه مميزه وفي نفس الوقت اديله ضعف قاتل، التوازن ده مهم جدا. والحاجه الرابعه وهو خلي عنده جانب انساني، مشاكل عاديه، عيوب شخصيه عشان الناس تحبه. خامس حاجه اختار له شرير قوي، الشرير هو اللي بيخلي البطل يلمع. سادس حاجه ضيف له لمسه محليه لو عايز تميز نفسك، حاجه من ثقافتك ولغتك عشان الناس تتفاعل معاك. في الاخير ما تنساش اهم حاجه، الابطال الخارقين مش عشان ينقذوا العالم بس، دول عشان يحكوا لنا عن نفسنا بطريقه جديده. فكرت في اي بطل خارق هتلاقي ان القصه مش بتقف عنده هو بس، لكن عند العالم اللي هو عايش فيه. سوبرمان مش هيبقى سوبرمان من غير مدينه متروبوليس، باتمان من غير جوثام مش باتمان اصلا، المدينه دي جزء من شخصيته،
ظلمها، الجريمه اللي فيها، كل ده بيشكل البطل. حتى سبايدر مان نيويورك بالنسبه له مش مجرد مدينه، ده جزء من هويته. بيمشي بين المباني، بيتعلق في الكباري، بيساعد الناس في الزحمه. تخيل سبايدر مان في قريه مصريه هيتعلق في عمود النور بتاع الشارع. البطل محتاج عالم متصمم بشكل يخلي الجمهور يحس انه جزء من الحكايه. من اول الكوميكس في الثلاثينات لحد افلام مارفل ودي سي دلوقتي، الابطال الخارقين اتغيروا جدا. زمان كان البطل مثالي رمز للخير المطلق زي سوبرمان، لكن دلوقتي الجمهور بقى عايز يشوف ابطال عندهم عيوب، عندهم صراعات نفسيه زي باتمان او ديد بول اللي بيكسر كل القواعد. حتى سبايدر مان في افلام مارفل الاخيره بقى عنده مشاعر اكتر وصراعات شخصيه اعمق عشان الناس تحس انه شبهه. ولو جينا لمصر، الرجل العناب فضل الكوميديا عشان احنا اصلا بنتعامل مع الابطال الخارقين بروح الهزار. ده يثبت ان الابطال الخارقين لازم يواكب العصر، ما يكونش ثابت على شكل واحد. واحده من اهم الدروس اللي هتتعلمها ان الجمهور مش بيحب الابطال اللي ما عندهمش ضعف. لو سوبرمان ساعات بيتهاجم لانه كامل قوي لدرجه ان صناع الافلام اضطروا يجيبوا له نقطه ضعف اسمها الكريبتونايت عشان الناس تحس انه في خطر. لكن سبايدر مان بيكسب قلوب الناس لانه زيك كده، عنده امتحانات وعنده مشاكل، عنده حب. باتمان غني لكن مضروب نفسيا، عنده عقده فقدان الابوين، وده بيخليه دايما في صراع داخلي. الناس بتحب تحس ان البطل ممكن يقع عشان لما يقوم الانتصار يبقى ليه طعم. لو ناوي تعمل بطل خارق لمشروعك او لقصتك، اسال نفسك ليه الناس هتحب البطل ده، وايه الرساله اللي هيفضلوا فاكرينها بعد ما يخلصوا القصه. بس كده كان معاك زياد، وده تحليلي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. عايزين نوصل 10000 في اقرب وقت. بس كده متنساش برضو تدعي لاخواتنا في فلسطين وجميع الدول العربيه، ربنا يسترهم ويعينهم على اللي هم فيه. اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.